بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كربلاء كربلاء لا زلت كربا وبلا. ما لقي عندك آل المصطفى. كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسباع لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا. جينا ننشد كربلا مضيعين بها زينب قالوا ميسرين. يسراها ولا الهوى واحد فزاع شال حاد ضعونها بساع وقطع. جينا ننشد ويا البفاضل وقاع ما تدلون الشريعة بس اشوفه والعتب مني يزود واضربوا فاضل على النخوة يجود. عذرة حقه يقول مقطوع الزنود. حال ملك الموت بينا وبينا. أرد أنشدك كربلا أحكي للصحيح وين وقفت زينب وقامت تصيح يا حسين بيا كتر طايح جريح. هاي خيل عداك اجتنا صفوف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا وتفضل علينا وأنعم علينا بأنواع النعم والكرامة. رب العالمين يبين لنا في هذه الآية بأن الإنسان يحتاج إلى الله بالصغيرة وبالكبيرة. لا يمكن أن نستغني عن الله عز وجل.
هذا الشهيق والزفير لولا رعاية الله ونعمة الله وفضل الله لا نستطيع أن نتنفس. يا ابن آدم، إذا كنت مع الله وكان الله معك صرت قويا، صرت بطلا. أي قوة لا تستطيع أن تقضي عليك أبدا. لكن السؤال: كيف يكون الله معنا؟ هذا السؤال المهم. كيف، متى يكون الله جل وعلا معنا؟ هاي الآية على اختصارها تقول: إذا توفر فيك يا ابن آدم أمران رب العالمين يكون وياك. إن الله مع الذين اتقوا، هذا واحد، والذين هم محسنون، هاي اثنين. تحدثنا عن التقوى وتحدثنا عن الإحسان. رب العالمين يكون معنا إذا كنا أتقياء وكنا محسنين. الإنسان لا بد أن يرتبط مع الله، وهناك بعدان. البعد الأول البعد النظري، والبعد الثاني هو البعد العملي. شوية التفتوا لي جيدا. البعد النظري، احنا كلنا نعتقد بوجود الله عز وجل، وتمام، بل حتى غير المؤمنين يعتقدون بوجود الله. لكن هذا وجود الله اللي احنا نعتقد به، شنو صفة هذا الوجود؟ صفة هذا الوجود الإلهي أنه وجود مطلق حقيقي، لا يعتريه نقصان ولا يعتريه زوال ولا يحتاج إلى مكان، فهو الوجود الحقيقي. وكل ما عدا الله وجود ناقص، وجود محتاج. أنا وياك نحتاج إلى المكان وما نحتاج إلى المكان. أنا الآن جالس في مكان، أنت جالس في مكان. أنا وياك إن عمر محدد، إن عمر محدد، الله يطيل الأعمار إن شاء الله، تمام؟ فنحن موجودون ورب العالمين موجود، لكن وجود الله حقيقي مطلق لا زوال له، لا يحتاج إلى مكان، في كل مكان موجود. أما أنا وأنت فوجودنا محدود ولفترة معينة، كل من عليها فان. أيضا السماوات، عالم الحيوان، عالم النبات، الكواكب، هذه السماوات، الأرضون، كلها وجودات محدودة لها سقف زمني معين. هذا الوجود اللي نحن نعتقد به، بأن الله وجود حقيقي غير قابل للفناء. هذا واحد، هذا البعد الأول. البعد الثاني وهو البعد العملي. أنا لما اعتقدت بأن الله موجود لابد أن أتفاعل مع هذا الموجود، لابد أن أنشد مع هذا الموجود جل وعلا. الله الموجود أمرني بأوامر لازم أطبقها، نهاني عن نواهي لازم شنو؟ ألتزم بها، وتمام. التفاعل مع الموجود الحقيقي هو البعد العملي. ويوم القيامة لما نذهب إلى ذلك اليوم أعمالنا معنا، أعمالنا معنا، تمام. خلي نيجي إلى الحالة الثانية.
المحور الثاني، الإنسان كان مع الله، وصل إلى مرحلة التقوى، اجتنب عن المحرمات، أدى الواجبات، وصل إلى حالة الانقطاع والذوبان إلى الله عز وجل. حصلت التقوى وحصل الإحسان، كان الله معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم شنو؟ محسنون. أجيب لكم شواهد حتى نقتنع تماما 100%، شواهد على معية الله للأتقياء، شواهد قرآنية. الشاهد الأول إخواني، أهل الكهف، أصحاب الكهف فتية شباب، يا شبابنا، شو يعبر عنهم القرآن؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الفتية نهضوا من أجل الله، وقفوا من أجل الله، بذلوا ما بوسعهم من أجل الله، كان الله معهم. شلون كان الله معهم؟ أنامهم رب العالمين 309 سنوات، 309 سنوات أنامهم الله. زين، أنامهم الله 309 سنوات. احنا إذا واحد نام ليومين يحتاج له إلى رعاية، مو تمام؟ وواحد يجي يشوفه شنو قضية. زين 309 سنوات، شوف الرعاية الربانية. أولا أنامهم الله في غار، فتحة الغار إلى جهة الشمال، وإذا كانت فتحة الغار إلى جهة الشمال، الشمس لما تطلع وتقوى ما تتسلط عليهم وهم نيام، لأن إذا الشمس تسلطت عليهم مباشرة وهم 309 سنوات أجسامهم تتهرى. وتمام؟ شوف لاحظ، القرآن يقول: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يعني الشمس تطلع، نور يأتي إليهم، ضياء يأتي إليهم، أما الأشعة لا تتسلط على أجسادهم خوفا عليهم. هاي رعاية رقم 1. الرعاية الثانية، إن شاء الله متبعين وياي. الرعاية الثانية، إذا نيام وهالفترة الطويلة قطاع طرق أكو، حيوانات مفترسة أكو، لما يشوفوهم نيام يجون يأخذون ما عندهم، الحيوانات تجي تفترسهم. رب العالمين أنامهم وجعل عيونهم مفتوحة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم أيقاظا، اللي يشوفهم يقول ذولا مو نايمين. فلما يجي اللص قطاع الطرق ويشوفونه عيونه مفتوحة ما يدنوا من عنده بعد. تمام ولا؟ هاي 2. بعد المعية الثالثة، الرعاية الربانية الثالثة، إذا يبقون نايمين على جهة وحدة، الدم وين راح يتجمع؟ في جهة وحدة من الجسم. وإذا تجمع الدم في جهة وحدة من الجسم لفترة طويلة جدا يسبب شنو؟ إتلاف ذلك البدن. القرآن ماذا يقول؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. جل الله. الرعاية الربانية، كن مع الله، الله يكون معك. زين يا إلهي، ذولا يحتاجون إلى حراسة فترة طويلة 309 سنوات، يحتاجون إلى حراسة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.
لما نقرأ سورة الكهف، وهي أيام القرآن، اختموا القرآن إخواني، اقرأوا القرآن. قراءة القرآن في شهر رمضان مهمة جدا. من تلا منكم في هذا الشهر آية فكأنما ختم القرآن كله. لما نقرأ سورة الكهف يصير عندنا اطمئنان بأن الله مع عباده الصالحين، مع الأتقياء، مع المحسنين، نسأل الله أن نكون منهم. هذا شاهد أول. الشاهد الثاني، موسى ابن عمران نبي من الأنبياء، من أولي العزم، نبي عظيم، جاهد في سبيل الله، قاوم، واجه فرعون الطاغية، إلى أن وصلوا إلى حالة، إلى مرحلة فرعون ما اقتنع أبدا، طاغي، أنا ربكم الأعلى. حاول أن يهجم على موسى ومن معه. موسى ويا مجموعة من المؤمنين، طاردهم فرعون، تبعهم فرعون ويا جنوده وجيشه وسلاح قوة. أصحاب موسى شافوا البحر أمامهم، التفتوا إلى الوراء، فرعون وجيشه وراء، من ورائهم، ماذا يفعلون؟ وين يروحون؟ البحر أمامهم، ينتهون، العدو من ورائهم، ينقتلون. القرآن يقول: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماكو حل ماكو، لو غرق لو فرعون يقتلنا. شنو جواب موسى عليه السلام؟ إنا لمدركون. شوف الجواب، قال كلا، لم يقل لا، كلا أداة ردع، قال كلا إن معي ربي الله سيهدين. الله ويانا، لا تخافوا لا تحزنوا، الله ويانا. زين رب العالمين شو يسوي؟ يا موسى ماذا تعمل؟ أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. شايفين البحر هي أمواج تخوف، ورب العالمين يقول له اضرب البحر بالعصا. هسه العصا متر ونص، البحر هذا العظيم اضربه بالعصا. يا عصا القوة الإلهية، الله خالق البحر، اضرب بعصاك البحر. ضرب موسى البحر بالعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وإذا شوارع صار، شوارع معبدة، شوارع مولانا الكريم رب العالمين. قال له اعبر أنت ومن معك. عبر موسى ومن معه، أنجاهم الله، وجاء عدو الله فرعون هو والطغاة الذين معه، وصلوا إلى منتصف البحر، عاد البحر ماء كما كان، وأغرق فرعون ومن معه. إخواني، موسى وأصحابه نجوا وفرعون هلك. من الذي أنجى موسى؟ الله. لماذا أنجاه الله وفرعون أغرقه الله؟ لأن موسى مع الله وفرعون عدو الله. أنا أكون ويا رب العالمين، رب العالمين يدللني، يعطيني كل ما أريد، والله كل ما أريد. كن مع الله، الله يكون معك. هذا الشاهد الثاني. وعندنا شاهد ثالث قبل أن أذكره. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشاهد الثالث إخواني، نبينا صلى الله عليه وآله، نبينا أتقى الأتقياء، نبينا سيد الأولين والآخرين، نبينا أعظم إنسان في الوجود. الله معه ولا 100% الله معه.
أيده بأنواع الكرامات والتأييدات الإلهية. في ليلة من الليالي اجتمع عدد من المشركين، من شباب المشركين، ليقتلوا النبي صلى الله عليه وآله. ايش قد العدد؟ بعض المصادر تقول كان عددهم 25، بعض المصادر تقول العدد 40. اجوا الى باب بيت النبي بالليل. باب بيت النبي يعني ايش كبره؟ باب صغير. اذا دخلوا على النبي في اللحظه المحدده وبيدهم السلاح يقتلون النبي يوم يقتلوه حسب الظروف الطبيعيه يقتلونه، لكن رب العالمين يتركه يسلم لهؤلاء بعد المهمة ما منتهية. الله أمره أن يترك أمير المؤمنين على فراشه. بات أبو الحسن على فراش النبي. يا رسول الله اخرج من الدار. شلون يا أبي يخرج من الدار؟ كيف يخرج من الدار؟ الشباب المسلحون يحيطون بالدار، 2 منهم يكفي. قال اخرج يا رسول الله، الله معك. خرج وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. وإذا بهم لم يبصروا، راحت الرؤيا انعدمت. طلع النبي يروح له الفداء مطمئن، مو خايف أبدا. بالطريق اصطحب معه أحدهم، دخل الخوف في قلبه الذي اصطحبه النبي يروح له الفداء. ايش قال النبي يروح له الفداء؟ القرآن يبين لنا: لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا. شوف المعية الإلهية للنبي يروح له الفداء. رب العالمين ايش انقل النبي؟ فأيده بجنود لم تروها. الله، فأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا. كيف نجا نبينا من موت محتم؟ أنجاه رب العالمين. كن مع الله، الله يكون وياك. كن مع الله، الله يكون وياك. إبراهيم الخليل عليه السلام جابوه نار مضطرمة إلى عنان السماء، كسر الأصنام من أجل الله وجابوه إلى النار. وشلون نار؟ طير لما يمر يقع محترقا، يهوي محترقا لشدة حرارة النار. جابوا إبراهيم الخليل، جاءه الملك الموكل بالرياح، قال: يا إبراهيم اطلب مني الآن، أنا أخلي الرياح تنقل النار. قال له: منك ما أطلب، ما عندي حاجة يمك. جاءه الملك الموكل بالمطر، اطلب مني الآن أنزل المطر أطفي النار. قال: يمك ما عندي طلب. عدد من الملائكة: إذا طلبك عند من؟ قال: عند ربي، الله وياي. اطلب يا إبراهيم. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي، أنا وياه ومن أجله أسألكم بالله. احترق إبراهيم؟ قلنا يا نار كوني بردا الله وسلاما على إبراهيم. هؤلاء الذي أرادوا به بإبراهيم كيدا رجعوا إلى الوراء، وإبراهيم انتصر وبقي اسمه خالدا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. إذا كنا مع الله كان الله معنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إخواني، عندنا سبايا كربلاء، سبايا كربلاء.
الأعداء قتلوا الإمام الحسين عليه السلام، قطعوه بالسيوف، قطعوا الرؤوس وحملوها على الرماح، قتلوا حتى الطفل الرضيع. تمام. زين العائلة السبايا النساء بقن سالمات. الإمام الحسين بالوداع الأخير لما ودع العيال، وداع الأول، الوداع الثاني، الوداع الثالث، قال: اعلموا أن الله حاميكم وحافظكم، لأن عندكم رسالة، كونوا تأدون الرسالة. اعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء، فلا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. الله. زينب بطلة كربلاء، زينب العظيمة، مسيرة طويلة ولا كلمة واحدة ولا حرف واحد خرج من فمها احتجاج على رب العالمين، تسليم لأمر الله جل وعلا. هيبة زينب، جلالة زينب، خطبت خطبتها بالكوفة، أبكت الحاضرين، أبكت الحاضرين، أومأت إلى ذلك الجامع. شوف هاي المرأة اللي وي الله، أومأت إلى ذلك الجامع فكأن على رؤوسهم الطير، سكنت الأنفاس وهدأت الأجراس، وجابوا السبايا. الله. وين دخلوهم؟ علاء بن زياد. ابن زياد جالس في قصره، دخلت زينب هيبة وجلالة، استغرب ابن زياد، هاي نسبية المرأة؟ شنو هالهيبة؟ سأل من هذه؟ ما جاوبت، احتقارا له. مرة ثانية ما جاوبت، مرة ثالثة قالوا له: هذه زينب بنت علي ابن أبي طالب. قال يحرق قلبها: يا مؤمنين. قال: يا زينب الحمد لله الذي قتلكم. قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بالنبوة وشرفنا بالرسالة وطهرنا من الرجس. قال: أرأيت صنع الله بأخيك وإخوتي؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. انظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. لما سمع قام من مكانه بيد العصا معذرة يا مؤمنين. قالوا له: وين رايح؟ قال: أريد أن أضرب هذه المرأة زينب. ألم تنظروا كيف تجرأت علي؟ زينب تلتفت يمينا وشمالا شكولا لليناشدني من الناس، من الناس خرج حسين وينوي عباس. أقول حسين ظل جثة بلا رأس، وعباس البطل قطعة تجي إلى رأس الحسين، إلى رأس أبي الفضل العباس، تخاطب الرؤوس: خويا مو عادتي أوقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوان، ولا تخدرني مثلي النسوان. شكولا شكولا يا ضر العلم،
يا ويلي يا ويلي اخت عباس جابوها ديرة قامت تبشر بديرة اخت عباس جابوها اسيرة يا ويلي لا اهل عدها ولا إلى شر بلدة ومن ظالم إلى شر يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بمحمد وآل محمد اكشف عنا السوء والبلاء، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اشف مرضانا يا الله، مرضى المؤمنين والمؤمنات، مرضى المستمعين الكرام. اللهم احفظ إمام زماننا، أبلغه تحية وسلام وعجل له الفرج. اللهم اجعل بلادنا آمنا محفوظا يا رب العالمين. الحضور الكريم اللهم احفظهم فردا فردا، من كان في مجلسنا طالب اللهم حاجته. المؤسسون لهذا المجلس المبارك تقبل أعمالهم بأحسن قبول، إلى أمواتهم وأمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان وأرواح الشهداء. الفاتحة قبلها الصلوات.